السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهديني الأعزاء عشاق تفسير الرؤى والأحلام. يا رب تكونوا بخير أحبائي في الله. النهاردة هتكلم على رمز مهم جدا. ربنا بيبعته لنا رسالة، بيبعته لنا إنذار، بيبعته لنا إن احنا ننتبه إن احنا ممكن يحصل لنا أذية من شخص ماكر، شخص غدار. ربنا سبحانه الله تعالى بيبعت لنا رؤية فيها انتباه. عشان كده أنا قلت لازم أعمل لكم الفيديو ده، وان شاء الله هنوضح فيه تفاصيل كتيرة قوي، وهنخلي ناخد بالنا وحذرنا، وان شاء الله كلنا هنستفيد وهنخرج من الفيديو ده واحنا فاهمين تفسير الرؤى اللي احنا شفناها في المنام ايه. بس قبل ما اخش على تفاصيل الفيديو، اتمنى ان كنتوا تصلوا على النبي وتدعموا الفيديو بلايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفيد كمان اللي عنده رؤية ومحتار في تفسيرها، يكتبها اسفل الفيديو وان شاء الله هنفسرها له. هنبدأ نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. في رموز معينة ربنا بيبعتها لنا، بتبقى رسالة ربانية، بتكون إنذار. بنصحى من النوم محتارين ايه تفسيرها. يعني ايه احلم بشخص ممكن يأذيني؟ انت ممكن تكوني عاطية الامان لحد معين، ربنا بقى بيقولك خلي بالك ممكن يكون هو في حياتك الفترة دي او لسه. هنتكلم بدايتها عن الذئب، الديب. الديب بيدل على المكر والخديعة، لأنه ذكر في قصة سيدنا يوسف، بمعنى إن لو بنت عزباء شافت ديب واقف أو ذئب واقف بيبصلها أو ماشي وراها أو بيحاول يجري وراها، تاخد بالها وتحذر وتنتبه وما تدلوش الأمان، لأن هو شخص مؤذي هيأذيها، يعني نيته مش حلوة خالص. طب لو هي أو هو الرجل في العمل أو في الشغل، أو ناوي يفتح مشروع وشاف ديب، طبعا كل ده على حسب سياق الرؤية. بتكون رسالة جاية له بيقول له خلي بالك ان في مكر وخديعة من شخص مؤذي، مكر وخديعة من شخص مؤذي. يبقى معنى كده ان الديب لو ظهوره في المنام بيكون علينا الانتباه والحذر منه. لو شفنا حفرة، لو شفنا حفرة في المنام، او شفنا حد بيحفر حفرة، احيانا بيبقى الراجل او الشخص او الواحدة بتبقى موجودة وهي بتحفر الحفرة دي او معاه اشخاص. تنتبه، تنتبه ان في حد هيعمل لها مكر وخديعة وهيوقعها في شر اعمالها وناوي يعمل لها فخ. لو هي ناوية في قضية او قاعدة في بيت عيلة او بتتعامل مع اشخاص، واذا كل ده بيدل على الرجل او المرأة. احيانا البنت واقفة بتحفر حفرة وقاعدة معاها اشخاص، دي بتكون انذار لرجل او لصديقة. ممكن رجل ناوي يكون ناوي يتجوز، يخلي باله ان في واحدة بتحاول تقربه لها وبتعمل له فخ علشان تتجوزه فينتبه منها. ربما برضو واحدة بتشوف ان في انها واقفة، ان حد معين صديقة ليها واقفة وبتعمل لها حفرة، تخلي بالها ان في كارثة صاحبتها هتعملها لها فيها مكر وخديعة وهتوقعها في شر اعمالها، قاعدة بتخطط لها ازاي تأذيها. برضو لو شفتي رؤية انك انتي لابسة قميص ومقطوع، القميص المقطوع دي بتدل برضو على شخص مخادع. بالظبط زي لما قدر قميص يوسف، قدر قميص يوسف، سيدنا يوسف لما اتقطع قميصه كان حد بيبتليه بابتلاء، حد بيتبلى عليه بخديعة، حد بيرميله تهمة. برضو الرؤية دي جايله انذار. الرؤية دي بتيجي للرجل او المرأة، ممكن تجيله عشان هو في الشغل او في العمل، ممكن تجيله من امرأة. المرأة هتسبب له مشكلة، هتسبب له تهمة فيخلي باله. قطع القميص مش حلو، بتدل على الخديعة. كمان هنا معانا رؤية ان واحد يقع في البير. يقع في البير برضو دي بتدل على نفس سيدنا يوسف لما اخواته وقعوه في البير. ده بيدل على حسد شديد احيانا، وان في حد من شدة الحسد بتاعهم هيوقعوا في كارثة او يوقعوا في ابتلاء. ربما ما يكونش حسد، وربما بيكون حد مؤذي جدا جدا، يخلي باله انه هيوقعه وهيعمل له ابتلاء، هيكون وقعه في شر اعماله او هيتبلى عليه او هيعمل له ابتلاء له. احيانا الرؤية بتيجي بشخص معين، بترمز لشخص معين بتشوفيه في المنام، واحيانا اشخاص مجهول. اشخاص مجهولة يبقى احنا ننتبه ونحاول ندور على الناس اللي حوالينا ونركز.
لو شفنا قميص وعليه دم، ده بيدل على خديعة، بيدل على ظلم هيقع على الشخص ده. لو شفت لابس انك انتي سواء رجل او امرأة لابسين قميص وعليه دم، دي بالظبط نفس برضو قصة سيدنا يوسف، لما اخواته جابوا قميص سيدنا يوسف ولطخوه بالدم بتاع الديب وودوه لباباهم وقال لهم ان الديب كله. ديت بيدل برضو على كذب، بيدل على خديعة، بيدل على ابتلاء من أشخاص معينة هتسبب له أذى جامد جامد. يبقى معنى كده الرؤى ربنا بيبعتها لنا إنذار، ننتبه ونخلي بالنا. دي من نعمة من نعم ربنا، نعمة ربنا إن بيبعت لنا رؤية، بننتبه وبناخد حذرنا ونشوف إيه مين اللي حوالينا ومين كان ممكن يسبب لنا قلق أو ابتلاء. وخصوصا كمان لما نكون داخلين في قضية او حد بيحاول يدخلك في قضية. تاني حاجة للبنت العزباء لو حد ناوي يرتبط بيها او يخش حياتها. برضو للرجل لو هو ناوي يرتبط الفترة ديت وراح لعروس عشان يتقدم لها وظهر له اي رؤية من دي، يخلي باله كويس جدا ان في حد هيخش في حياته مؤذي. ولو حد ناوي يدخل في مشروع ينتبه عليه، ينتبه من الرؤية. واي حد عنده رؤية ومحتار في تفسيرها يكتبها اسفل الفيديو، ويكتب لي الحالة الاجتماعية، ويكتب باللغة العربية، وان شاء الله هنفسرها له. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.